اهلا بيكم يا جماعه في فيديو جديد. النهارده بقى هكلمكم عن موضوع جامد قوي، ولو انت واحد عايز فعلا تكسب فلوس بشكل سريع وما عندكش خبره تقريبا في حاجات كتير زي مثلا الكتابه او مثلا في البرمجه، بس عايز انت تشتغل في الحاجات دي وتاخد منها فعلا فلوس وفلوس كويسه، فاكيد الفيديو ده ليك. وبص، الفيديو ده مش كلام وخلاص، لا، الفيديو ده عن تجربة عملية وتجربة فعلا جربتها واشتغلت معايا وتحول لي فلوس وكل حاجة. مبدئيا كده هنحتاج في الحكاية دي حاجتين بس: موقع تشات جي بي تي وموقع تاني للعمل الحر اسمه نفذلي. عموما تشات جي بي تي لو انت ما تعرفش ايه هو اساسا، فانا سايب لك بقى في لينك في الديسكريبشن في مقال كامل بيقول لك ايه هو تشات جي بي تي وكل حاجه، وحتى طريقه انت تستخدمه، طريقه انت تفتحه في مصر وكل الكلام ده. فهسيب لك لينك المقال ده تحت في الديسكريبشن. لو انت برضو متعرفش موقع العمل الحر نفذ لي وليه برضو انا اخترت نفذ لي بالذات، فبرضو انا سايب لك مقال تاني هتلاقيه تحت برضو في الديسكريبشن عن موقع العمل الحر اللي هو نفذ لي، وكل التفاصيل اللي انت محتاج تعرفها عن نفذ لي، وحتى لينك تشات جي بي تي ولينك نفذ لي كل واحد في المقال بتاعه. وحتى في مقال كامل عن موضوع فيديو النهارده، والمقال ده بيتضمن تفاصيل اكتر من اللي موجوده في الفيديو، حتى وبطريقه منظمه اكتر، وحتى على مواقع عمل حر اكتر. فاتاكد برضه انت تشوف المقال ده، هتلاقيه برضه في الديسكربشن. فعموما قبل كده ما تكمل الفيديو، خش على المقال لو انت مش عارف ايه تشات جي بي تي او ايه هو نفذ لي، شوف كده، اقرا، افهم الموضوع، حتى هو المقالات صغيره خالص، خش شوفها كده وقول لي رايك في الكومنتس في المقالات، وخلينا نخش على الفيديو. مبدئيا كده زي ما انت شايف تشات جي بي تي اهو مفتوح قدامنا. مش هنحتاجه دلوقتي، بس الاول خلينا نخش على نفذ لي. نفذ لي زي ما انت شايف عندك كذا حاجه ممكن انت يعني تخش عليها. عندك الخدمات. الخدمات دي زي مثلا عندك حاجات بقى كتير فيها: خدمة المونتاج، خدمة التصميم، ان انت بتحط الخدمة بتاعتك على البرنامج، وممكن حد ان هو يشوف شغلك وان هو يطلب الخدمة منك. زي ما انا هنا مثلا قلت شراء الخدمة الان، يعني مثلا سعر الخدمة دي $5. لو قلت مثلا شراء الخدمة الآن، هيقول لي نعمل اكونت. الأول طبعا لازم انت تعمل اكونت، فكده خلينا نمشي كده واحدة واحدة. حساب جديد. أنا اسمي هنا إياد زين، تمام. البريد الإلكتروني بتاعي. أهم حاجة بس انت لما تيجي تعمل نافذ لي أو تعمل كده، حاول انت تخلي البريد الإلكتروني، اعمل واحد جديد، يعني اعمل جيميل جديد كده على جنب، خليه اللي هو بتاع العمل الحر بس. أنا هنا مثلا هكتب الإيميل بتاعي، وهنكتب الباسورد. انا بعمل اهو الايميل معاك من جديد خالص، يعني فاهم انت، ما بستخدمش ايميل حتى اللي هو موجود عندي في نفذ لي. وبعد كده بيطلب منك التفعيل، فبتخش على الايميل وبتعمل عادي خالص تفعيل للكود اللي جالك، اللينك اللي جالك اهو. انا هنا مثلا عندي لقيته في السبام، فتشيك كده السبام بتاعك لو انت ما لقيتوش في الانبوكس عادي. فاهو تفعيل البريد. بس كده فعلنا الموقع. كل اللي هنحتاجه بقى هنا بيقولك اسم المستخدم، فانا هقول له اياد زين عادي. صاحب مشروع، مشتري خدمات، منفذ مشاريع، بائع خدمات. انا هناخد ان احنا هنبقى هننفذ مشاريع وهنقدم الخدمات بتاعتنا ونقول حفظ. تمام. كده دي كده كل المعلومات اللي عندك. يعني هنا مثلا ده الرصيد بتاعك، انت اخدت كام، ممكن تسحب كام، كام حاجة معروضة عليك، كام حاجة مستني ان هما يتراجعوا، الاجمالي، مميزة، الاعمال بتاعتك كلها. ممكن تحط بقى هنا الاعمال، تضيف شويه اعمال، ودي هنتكلم عليها قدام شويه، هقول لك تعمل ايه عشان تخلي يكون يعني البورتفوليو بتاعك كبير. احنا مبدئيا عايزين نعرف احنا هنشتغل ايه اساسا. الحاجات اللي احنا هنشتغلها هتكون حاجات تشات جي بي تي هيساعدنا فيها. زي ايه مثلا ممكن تشات جي بي تي يعمله ويساعدنا فيه ونقدر ان احنا نعمله فعلا؟ حاجات زي ان انت ممكن تكتب محتوى كتابي. يعني واحد عايز مقال عن حاجه معينه، فتقول له تمام انا هعمل لك الشغلانه، تروح على تشات جي بي تي تكتب كل التفاصيل اللي انت محتاجها، هقول لك ازاي تكتبها عشان يطلعه لك بشكل كويس جدا. ممكن مثلا تشتغل في حاجه زي الترجمه، تشات جي بي تي هيعمل لك ترجمه بشكل كويس. وما تقوليش جوجل ترانزليت، لان جوجل ترانزليت يعني الترجمه بتاعته بتبقى باينه ان هي فعلا جوجل ترانزليت، بتكون حاجه مش احترافيه كفايه. لكن تشات جي بي تي هيعمل لك ترجمه هتكون ترجمه احترافيه، وفي نفس الوقت برضه استحاله العميل ياخد باله انت عاملها مثلا بتشات جي بي تي او كده. حاجات مثلا تانية زي البرمجة. برمجة مثلا حد محتاج كود برمجي معين بتاع حاجة، تقدر انت تدخلها على تشات جي بي تي وتقول له انا محتاج كذا كذا، هيطلع لك الكود البرمجي. واحد محتاج مثلا حل الكود معين، تقدر انت تستخدم تشات جي بي تي. تقدر مثلا برضو ان انت تشتغل في التدقيق اللغوي، زي مثلا حد
اداك مقال معين او كده، وقال لك انا عايزك تدقق لي على اللغه دي، مثلا تشوف هل مثلا في حاجه غلطه املائيه، يكون مثلا في قاعده نحو مثلا مش مظبوطه، يعني فيها اخطاء املائيه، حاجات جامه، الكلام ده كله. انت بقى ممكن تشتغل على الموقع ده بالخلال تشات جي بي تي من ناحيتين. اول حاجه ان انت تحط خدمه، يعني انت يكون عندك خدمه انت هتعملها. يعني انت دلوقتي عملت اضافه خدمه، هتكتب بقى، هترفق كل الكلام ده وتستنى لما حد يشتري الخدمه بتاعتك. فهنا مثلا ماذا سوف تقدم، لو قلنا مثلا خلينا نقول ترجمه، قسم رئيسي هنقول هنا اهو كتابة وصناعة محتوى وترجمة لغات. القسم العام تفريع صفحات يدوية، تفريغ ملفات صوتية، خدمات تدقيق لغوي، خدمات ترجمة. ممكن تشتغل عموما في التدقيق اللغوي أو في الترجمة أو في كتابة سيرة ذاتية، بس دي هتكون صعبة شوية، بس يعني ممكن برضه تظبطها بتشات جي بي تي. او كتابة مقالات ومراجعات عادي جدا، بس خلينا نقول مثلا ترجمة احنا دلوقتي. فهنا تفاصيل الخدمة، هتكتب بقى شوية حاجات زي هتوصف الخدمة بتاعتك، زي مثلا هتقول ان انت بتعرف ان انت تترجم من عربي لانجليش وبطريقة كويسة وبطريقة عالية والكلام ده كله. او مثلا تخش كده هنا، عايز مثال مثلا عشان ما نقعدش بقى نكتب كل ده ونضيع وقت الفيديو، عايزين نشوف حد نفس ال بيقدم نفس الخدمة اللي احنا بنقدمها. هنا مثلا اهو دخلت، مثلا هنا بيقولك ان هو مدة التسليم بتاعه بياخد يوم واحد. بيقولك هنا ان هو بياخد قصاد الخدمة دي $5، والخدمة دي كده كل الحاجات اللي موجودة، الوصف بتاع الخدمة. فبيقولك ما أنواع المحتوى التي أترجمها، بيقولك مقالات، تقارير، مدونات، أبحاث علمية، تطبيقات ومواقع. بيعمل ده كل الوصف بتاع اللي هو بيعمله والحاجات اللي هو بيترجمها وإيه الحاجات اللي هي بتميزه. فأنت هتعمل حاجة شبيهة لكده في الوصف. هنا مثلا لو دخلنا على واحد تاني، فكتابة أبحاث ورسائل، فهو بيوصف الشيء اللي هو بيعمله بطريقة سهلة كده. يعني هو مثلا هنا بيقولك كل الداتا الخاصة بالعميل ال 2500 كلمة مقابل المبلغ المعروض. يعني هنا مثلا ده بيترجم 2500 كلمة قصاد $5. هنا مثلا بيترجم 500 كلمة ب$5. هنا مثلا مش محدد هو تقريبا بيترجم قد ايه، لا هنا اهو بيترجم كل 200 كلمة ب$5، وكل 250 كلمة من عربي انجليزي اللي هو العكس ب$5، وترجمة قانونية وعقود وغيرها. هنا مثلا مقسمها لك ان هو كل حاجة محدد عليها كام عدد من الكلمات، وفي كل مجال هيبقى ايه، وحاطط لك سعر معين. فانت كده تقريبا اخدت فكرة عن الوصف بيبقى عامل ازاي. فهتعمل حاجة شبيهة لكده، وحتى ممكن تخلي تشات جي بي تي يساعدك في حاجة زي كده، من خلال مثلا ان انا لو قلت له هنا فهو تشات جي بي تي خلص. هو الاول كنت يعني كتبت له حاجه كده ما كانش جايبها قوي، بعد كده عدلتها وضفت على الكلام ده، قلت له لاني اريد استخدامها في موقع العمل الحر على يعني تفاصيل الخدمه، وكتب لي حاجه يعني افضل شويه. فالحاجه دي انا ممكن ان انا اخدها وممكن اعدل عليها شويه حاجات بسيطه اللي هو كتبه ده، واقدر ان انا احطها عندي في الوصف بتاع الخدمه، في تفاصيل الخدمه. بعد كده عندك هنا بقى الصورة الرئيسية وصور صور الخدمة. الصورة الرئيسية اللي هي بتكون زي اللي انت شايفها قدامك دي اسمها الصورة الرئيسية. فممكن يعني تاخد كده شوية أفكار من هنا وتعمل حاجة ايه كويسة، يعني حاجة حلوة كده. وبعد كده عندك ممكن برضو تحط اضغط هنا يعني اللي هو صور الخدمة، مثلا انت عايز تحط صور، ترفق صور جوه بقى، ما تخش بقى الصفحة دي يبقى فيه صور تانية. ممكن تعمل حاجة زي كده من خلال انت تحط صور هنا. هنا بقى عندك المهارات المتعلقة بالخدمة. فمثلا مهارات هتقول مثلا انا مايكروسوفت وورد، عندي حاجات زي مثلا مقالات، مثلا اللغات اللي انت بتعملها الفرنسية، الانجليزية، الكلام ده كله. او هنا مثلا حاضرة العربية الانجليزية، الترجمة، اعادة كتابة المقالات، التدقيق اللغوي، قواعد اللغة الانجليزية. المهارات كلها اللي هو بيعرف يعملها حطها. فانت بقى في حالتك دي هتحط مثلا مايكروسوفت وورد، هتحط التدقيق اللغوي، هتحط ترجمة، هتحط انجليزيه مثلا، عربيه. لو انت مثلا عايز ممكن تشات جي بي تي يترجم لك مثلا من انجلش لفرنش، او من فرنش لعربي، ومن عربي لفرنش، والكلام ده كله. يعني ممكن تترجم من اي لغه لاي لغه، بس يعني ما تكترش قوي في اللغات عشان ما تبانش ان انت ايه، في حاجه غلط يعني. بس هو عموما الحاجه اللي انت بتعمله ده هو حاجه يعني مش غلط، انت اخدت شغلانه وعملتها بتشات جي بي تي وعادي. فممكن انت مثلا تحط فرنش وانجلش وعربي مثلا،
ويبقى تمام. بس يعني ولو انا افضل ان انت يبقى انجليش وعربي كفايه قوي، بحيث انت برضه تبقى فاهم اللغه. حاجه مثلا حتى لو تشات جي بي تي يعني حصل ومثلا كان في كلمه ولا حاجه مش مظبوطه، تعرف انت تظبطها. بس يعني هو عموما شات جي بي تي بيطلع الحاجه دقيقه يعني. فزي ما انت كده تقريبا فهمت المهارات اللي انت هتحطها هتبقى ايه. وبعد كده مده انجاز الخدمه قول يوم واحد مثلا. وسعر الخدمه خلينا مثلا في البدايه نقول $5. تعليمات بقى للمشتري، تكتب له مثلا شويه تعليمات ان هو مثلا لو انت بعت الخدمه دي مفيش مثلا حاجات انا عايز اخد فلوس تاني او كده. طبعا دي حاجه اساسيه وطبعا العميل بيبقى عارف حاجه زي كده، بس مثلا انت تاكد عليها. تاكد عليه مثلا عدد الكلمات اللي انت عايزها. ولو نقول مثلا ان احنا هنمشي ال 1500 كلمه مثلا من انجلش لعربي، هتبقى مثلا ب$5 والعكس مثلا هتبقى ب$5 وهكذا يعني. فبحيث انت برضو تكتب شويه حاجات زي الاسعار بتاعتك. وخليك دايما في يعني في حدود 2500 كلمة ولا حاجة، يبقى خليها ب$5، بحيث برضه ان احنا لسه ما خدناش ولا شغلانة ومحتاجين اول شغلانة دي عشان يكون في بورتفوليو عندك في الموقع، واللي يجي بعد كده يخش يلاقي ان في شغلانات. فاول شغلانة دي دايما حطها في دماغك، في العمل الحر بتكون اهم شغلانة. فلازم انت حرفيا لو هتعملها ببلاش تعملها، بس لازم انت اول شغلانة دي من الحاجات المهمة جدا يعني. فهتعمل مثلا 2500 كلمة ب$5 بقى، من ده لده او من ده لده في البداية. وبعد كده هنحط الخدمة. دي طريقة عشان تقدر انت تجيب بيها شغل، وبعد كده تخش على تشات جي بي تي ومجرد ما يجيلك الشغلانة وتترجم كل الكلام ده. الطريقة التانية بقى واللي بصراحة اللي انا بحسها اسهل شوية يمكن ان انا اجيب بيها شغل، لو دخلت هنا مثلا على المشاريع. زي ما انت شايف قدامك بقى الناس حاطة ان هم عايزين يعملوا حاجات. فانا مثلا هنا هقول كتابة وصناعة محتوى وترجمة لغات. فهنا واحد مثلا بيقول عايز يكتب 3 مقالات حول الخبرات في مجال التصميم. طيب ممكن ادخل هنا اشوف بقى هو مقدم السعر كام. الميزانية عنده من $10 ل$25. عدد المتقدمين كانوا 12، متوسط العروض $30. فانا عشان لسه ما عنديش حاجة، فانا هخش هشوف كده دي كل الناس اهي اللي قدمت. فانا هشوف هما تقريبا قدموا عروض كام. فهو هنا بيقول لي متوسط $30. فانا هقول ايه، لا انا عايزها ب$10 عشان بحيث ان انا ابقى اقل واحد في السعر، وبرضه في نفس الوقت ايه يبقى تمام يعني. فايه هنا بيقول تلقي العروض، دلوقتي هو في مرحله تلقي العروض. فهقرا البتاع كويس جدا، هقرا الشغل كويس جدا، اشوف هو عايز ايه. فهو هنا مثلا بيقول عايز واحد بيكتب محتوى وعنده قدرة على البحث المتقن في مجال التصميم لكتابة 3 مقالات حول الخطوات المطلوبة باللغة العربية، بلغة عربية فصيحة. الحد الأدنى للمقال الواحد 1700 كلمة. سيتم الاتفاق على تفاصيل المقالات مع صاحب المشروع خلال فترة مناقشة المشروع. وعايز طبعا بقى بيقولك المعايير اللي هو عايزها. طيب فأنا هنا مثلا هقوم مقدم و قايل له والله انا عندي مثلا انا بقدم الحكايه دي، ومثلا عندي خبره كذا، وعندي ان انا اقدر ان انا اخلصها لك في يوم واحد، وسعري هو كذا، ويلا بينا نعمل البتاع. وهو لو تمام هيكلمني وهنقدر ان احنا نتفق مع بعض واخلص له الشغلانه وابعتها له. واحد مثلا تاني هو عايز اهو ترجمه عربيه انجليزيه، ده في الحاجه اللي احنا عايزينها من $100 ل $250. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واحتاج لترجمه بعض المقالات من اللغه الانجليزيه الى اللغه العربيه. فهنا مثلا معرض اعمالك يحتاج على الاقل 3 اعمال سابقه حتى تتمكن من اضافه عروض. هنا ده الاكونت جديد، خد بالك ان انا عامل اكونت جديد، فلازم ان انا احط اعمال. فلو قلت اضافه اعمال لازم اكتب عنوان العمل، اكتب مثلا العمل ده بيعمل كذا. طب انا ما عنديش، انا ما خدتش لسه شغلانات، اعمل انا لنفسي شغلانات ازاي؟ مثلا هنا انا بترجم حاجات، فهدخل على جوجل، هخش مثلا اكتب مقالة عن كذا، يعني مثلا article on food football وورلد كاب مثلا. يعني مش هخش على ويكيبيديا، لا انا هخش على ايه، حاجه كده بتقدم ارتكلز وبتاع زي ما انت شايف. ولو يكن مثلا ايه حته الارتكل دي، انا طبعا بوريك كده مجرد دي كلها زي امثله، لكن انت لما تيجي تشوف حاجه زي كده لا انت هتدور على مقال كويس مش عارف ايه الكلام ده كله وتختاره، لكن مش هتعمل زي ما انا بعمل كده. وبعد كده هتخش على تشات جي بي تي وتقوم تعمل له بيست هنا، وتقول له ترجمه الى العربيه، او هتقول له ترانزليت تو ارابيك تو وشكرا.
هو هيبدا يترجم كل الكلام ده، وتقوم راجع بقى للحته دي هنا تاني، وتكتب مثلا عنوان العمل، هتكتب ترجمه، مثلا ترجمه مقال عن كاس العالم من الانجليزيه الى العربيه. وهتقول هنا التفاصيل العمل، ايه التفاصيل شويه بتاعت العمل، مثلا مع المقال ده بيتكلم عن كاس العالم مش عارف ايه كذا كذا. وهتحط صورة رئيسية وصورة للعمل ده. فهتحط صورة اللي هي الرئيسية اللي انت فاكر ان انا كنت قايلك عليها بتظهر في الأول، هتحطها. وهتحط صورة للعمل ده كده. هتاخد بعد ما تاخد الكلام من تشات جي بي تي، مش هتحطه في وورد بقى، لأ هتاخده تحطه في هتحطه في ديزاين كده حلو، وتقوم عامله ايه، حاطط له صورة. وهتقول هنا مهارات متعلقة بالعمل، دي حاجات اختياري بقى ممكن ما تحطهاش اساسا. وقسم العمل هتقول ترجمة، اللي هو بتاع ده كتابة صناعة محتوى وترجمة لغات. وهتقوم اضف عمل. طبعا ايه، هتعمل 3 مرات الحكايه دي، لان لازم على الاقل يكون عندك 3 اعمال، بحيث ان هو الشخص اللي انت قدمت له الشغلانه عايز يشوف شغلك عامل ازاي. فطبيعي ان انت خطوه مهمه جدا لازم تعملها. مجرد ما تعمل كده هيكون فعليا، يعني مجرد بس ما تمشي على الخطوات اللي قلت لك في الفيديو ده كويس جدا، وتعمل حاجات بشكل كويس، وفعلا تدور على المواضيع الصح اللي انت تتكلم عليها في الاول، في حكايه اللي هي ان انت تضيف عمل كده والكلام ده كله. وبرضه تدور على الشغلانات الصح، يعني مثلا ما تلاقيش واحد عنده 16 18 20 او كتير قوي عروض كتير، مثلا من هنا مثلا في عروض كتير متقدمه عليه، وتروح انت تقدم عليه وانت لسه ما فيش الاكونت بتاعك، مش يعني ما فيهوش شغل كتير. فلا تشوف حاجه فيها حاجات قليله، فيها ناس قليله هي اللي عارضين عليه الشغلانات، وتقوم انت مقدم، وان شاء الله تتقبل وتبقى اول شغلانه تجيلك، وتدعي لي كده. وبس كده. هسيب لك بقى زي ما قلت لك لينك مقال عن شات جي بي تي، وبرضه عن نفذ لي مقال كامل برضه فيه شويه نصايح اكتر من اللي انا قايلها لك في الفيديو ده بكتير، وحاجات كده بالترتيب كده وبتنظيم اكتر، وحاجات فعلا هتكون كويسه جدا. فاتاكد انت هتشوف المقال بتاع نفذ لي وبرضه بتاع شات جي بي تي، لو انت عايز انت تفتحه بقى في مصر وتشوف الطريقه وكده. وبس كده، اتمنى اكون غطيت كل حاجه عن فيديو النهارده، مش عارف بصراحه اسمي الفيديو ده ايه. وبس كده، اشوفك الفيديو اللي جاي، وسلام. استنى رايح فين؟ قولي في الكومنتس بقى لو حابين ان احنا نعمل حاجات زي كده باستخدام مثلا تشات جي بي تي او بالذكاء الاصطناعي، نقدر ان احنا نعمل شغل واحنا قاعدين في البيت. واديني اهو بقولها لك للمره التانية، الحكايه دي انا مجربها، والحكايه دي انا فعلا اخدت بيها 3 شغلانات وخلصتهم واستلمت فلوسهم.